حبايبي مرحلة ابتدائي، أهلا وسهلا بيكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي. النهاردة هناخد 3 حروف جديدة زي كل درس. هناخد حرف الفاي. احنا كنا خدنا الشاي قبل كده، يبقى عندنا شاي وادي حرف الفاي، ادي الشكل النشتي الكبير، وادي الشكل الكوجي. حرف الفاي من اسمه كده بننطقه ف. ناخد مثال عليه كلمة أونوف. أونوف يعني فرح، ادي الفاي بننطقها ف، وادي حرف النية كنا خدناه قبل كده بننطقه نون. يبقى كلمة أونوف معناها فرح، ادي حرف الفاي. تاني حرف هناخده هو حرف الخاي، ادي الشكل النشتي وادي الشكل الكوجي. حرف الخاي بننطقه خ دايما. ناخد مثال عليه زي كلمة أنخ. أنخ ادي حرف الخاء بننطقه خ، زي كلمة أنخ يعني حياة. يبقى عندي خدنا الشاي بننطقه شين، الفاي بننطقه ف، والخاي بننطقه خ، والتلاتة من أصل مصري قديم زي ما قلنا قبل كده. تالت حرف هناخده النهارده هو حرف الكي، شبه الاكس بالانجليزي بس هو اسمه كي. حرف الكي. حرف الكي ليه 3 اصوات مختلفة. حرف الكي من اصل يوناني بس ليه 3 اصوات مختلفة. بننطقه شين في الكلمات اليوناني لو بعده حرف متحرك للكسر. الاربعة دول اللي هم اليوتا، الايتا، الابسلون، الاي، بننطقه شين زي كلمة شيري. كلمة شيري يعني سلام، يبقى بننطقه شين في الكلمات اليوناني لو بعده حرف متحرك للكسر. لو مفيش بعده حرف متحرك للكسر والكلمة من أصل يوناني بننطقه خ، زي كلمة إيه؟ بخريستوس اللي هو مين؟ السيد المسيح. طيب لو الكلمة أصلها قبطي بننطقه كاف دايما زي كلمة كيمي مصر. يبقى حرف الكي ليه 3 أصوات، بننطقه شين أو خ في الكلمات اليوناني. لو الكلمة أصلها مصري بننطقه كاف دايما.